في أطفال بيتولدوا في وشهم علامة، ناس تقول دي صدفة وناس تقول قدر، بس في الحقيقة في أطفال بيتولدوا وهم جواهم حكاية ولسه الدنيا مستنياهم يكتبوها. واحد من الأطفال دول اسمه ألكسندر إيزاك. سنة 1999 في مدينة اسمها سولنا في السويد، إيزاك اتولد بس مش زي أي طفل، وشه أفريقي قلبه سويدي وحلمه مش محدود. من أول ما بدأ يمشي كان بيجري على الكورة وكانت الكورة بتجري عليه. عارف الإحساس لما تحس إن في حاجة بينك وبينها رابط من نوع غريب؟ هو ده اللي حصل مع إيزاك والكورة. ما كانش لعبة بالنسبة له، كانت وسيلة يخرج بيها من أي حاجة. دخل من ناشئين نادي AIK وهو عنده 6 سنين. كان دايما ساكت، ما بيتكلمش كتير، ما بيظهرش، بس أول ما الكورة تيجي عند رجله الدنيا كلها تتقلب. وأول ماتش ليه مع الفريق الأول كان عنده 16 سنة بس، وسجل أول هدف. وفي لحظة كل الناس بدأت تسأل مين الواد ده؟ منين وازاي؟ وبدأت العروض تنهال. الناس كانت بتقارنه بإبراهيموفيتش، بس هو عمره ما شاف نفسه كده. قالها في كذا لقاء: أنا مش نسخة تانية من حد، أنا ألكسندر إيزاك وخلاص. سنة 2017 ساب السويد وراح ألمانيا. بروسيا دورتموند خطفوه وهو عنده 17 سنة، بس هناك الدنيا ما كانتش وردي زي ما الناس فاكرة. دخل فريق مليان نجوم وما كانش سهل يثبت نفسه. اتحط على الدكة، ما اتشافش، واتقال عليه صفقة فشلت. بس هو ما استسلمش، سافر على هولندا إعارة وبعدين راح أسبانيا ريال سويسداد، وهنا اتولد من جديد. بقى يسجل من أنصاف الفرص، يمر من المدافعين كأنهم مش موجودين، يلعب بعقله قبل رجله، ويفكر أسرع من الكاميرا ما تلحق تصوره. سنة 2020 سجل ضد ريال مدريد، ضد برشلونة، ضد الكبار، بقى نجم سويسداد الأول. وفي عز المجد كان دايما هادي، ما كانش بيحتفل بجنون، كان وشه ساكت بس عينيه بتقول أنا كنت مستني اللحظة دي من وأنا طفل. بس قبل ما نكمل، لو القصة دي لمستك ما تنساش تعمل اللايك والاشتراك في القناة عشان نوصل الحكايات دي لناس أكتر وتفضل دايما معانا في كل قصة. في 2022 نيوكاسل الإنجليزي قرر يكسر الدنيا، اشتروا إيزاك بأكتر من 70 مليون يورو، أغلى صفقة في تاريخ النادي وقتها. والكل كان بيقول إيزاك مش هينجح في الدوري الإنجليزي، الريتم هناك مختلف. لكن في أول ماتش قدام ليفربول دخل بديل، لمس الكرة مرتين وجاب جول عالمي، والمعلقين قالوها بصوت عالي: الواد ده مش طبيعي. إيزاك ما بيجريش كتير بس دايما في المكان الصح، ما بيصرخش بس بيقفل الماتش بكلمة واحدة. عقله أسرع من رجله ورجله أذكى من كتير حوالين منه، بس اللي مش بيظهر قدام الكاميرا هو اللي بيحصل جواه. في ماتش نيوكاسل ضد تشيلسي بعد ما سجل جول بص للسما، وشه فيه دمعة مش باينة، بس كل اللي يعرفه عارف إن اللحظة دي كانت بالنسبة له أكبر من مجرد هدف. كان طفل صغير متفرج عليه 50 واحد في ملعب ترابي، ودلوقتي آلاف بيتفرجوا عليه في الاستاد وملايين قدام الشاشات. لسه نفس الطفل اللي بيلعب عشان يحب اللعبة مش الشهرة. قالها في حوار قديم جدا: أنا مش بلعب عشان الناس تسقف، أنا بلعب عشان أعيش اللحظة اللي حلمت بيها وأنا صغير، واللحظة دي هو عايشها دلوقتي، بس بعينين كلها دموع فرحة وقلب كان فاكر إنه مش هيوصل. ألكسندر إيزاك مش مجرد مهاجم، ده كتاب بيتكتب كل ماتش، بكل لمسة، بكل باصة، بكل جول. وكل اللي بيتفرجوا عليه حاسس إنه بيشوف قصة عمره. لما تسأل نفسك يعني إيه حلم، بص على إيزاك وهتعرف إن الحلم ممكن يبقى شخص. وكان معكم فرماج الكورة، وأراكم الفيديو القادم. سلام.